يدرس مجلس إدارة الزمالك برئاسة الدكتور كمال درويش رفع شكوى رسمية إلى المحكمة الدولية عايزة تسدد 5 مليون يورو عن الأضرار التي تلحقت به بسبب عدم منحه لقب القرن. مش كفاية؟ كفاية، دمها تقيل يعني، مش حلوة يعني. برضه لسه من 3 أسابيع والزمالك هو الأولى وهو الأحق وهنبعت، بعدين طلع لا بعته هنا ولا بعته هنا ولا قصة. يا جماعة الزمالك نادي كبير جدا، ولازم تتعاملوا مع الزمالك على قدر الملايين من محبيه ومشجعيه في مصر وفي الوطن العربي وحول العالم. الاستهانة بالزمالك إلى هذه الدرجة وهذه الطريقة ده مش مقبول خالص. إنه كل شوية هتفضلوا تلاغوا الجمهور وتلعبوا الجمهور وإحنا نادي القرن وبتاع، وبعدين يطلع الأولاد يقولوا عيب الكلام ده. لا في مخاطبة رسمية راحت هنا ولا مخاطبة رسمية راحت هنا ولا قضية اترفعت هنا ولا قضية اترفعت هنا ولا حاجة من دي خالص. دغدغة مشاعر الناس ده مش حلو، أمر مش حلو ومش مطلوب ومش مقبول على فكرة. شيء بصراحة شيء غريب جدا. يعني كثرة التصريحات دي أمر غريب جدا، أنا مندهش له يعني. ده مش كده، ليست هكذا تدار الأمور يعني. شيء غريب وشيء صعب ولا ورفعنا وما رفعناش. يا سيدي اعتبر الزمالك بطل القرن عند محبيه وعشاقه يعني، مش هتفرق كتير قوي يعني، خلاص. اما لو ليك حق دافع عنه بجد، لو شايف انت ليك حق وانت بطل القرن قول لي الخطوات اللي انت خدتها. هي كلها كلام جرايد، مش معقوله يعني. فالزمالك مش محتاج كده. عندي خبر مهم في النادي الاهلي ولازم حضراتكم تسمعوه بشكل كويس. الاهلي هيعمل بعد بكره حفله النادي الاكثر تتويجا